احنا ماركه مغربيه ديال لي توني ميديكال. دونك كنخيطوا هنا في المغرب وكنديروا الديزاين ديالنا هنايا. نورمالمون كنا كنبيعوا غير في لو سيت انترنيت ديالنا وفي الشركه ديالنا في لي بيرو، واول مره غنجيونا لهذا المعرض هذا وغنكسبوزيو لي برودوي باش نتعرفوا على دي زوبورتونيتي كوميرسيال جداد ولا ناس جداد. عندنا سميت الشركه ديالنا نيبكا يونيفورم، كاينين عندنا سيت انترنت وعندنا دي باج انستغرام فيسبوك، كلشي على لو نون ديال نيبكا يونيفورم. السلام ورحمة الله وبركاته. معك شيماء الحراق، مهندسة في شركة ماكدومار جروب. حنا شركة مختصة في 4 مجالات رئيسية: في معدات طب الأسنان، في التعقيم الطبي، في تركيب الغازات الطبية، وأيضا مولدات الأكسجين. حنا كنتواجدوا هذا العام كالعادة ككل عام في المعرض الدولي مروكو ميديكال اكسبو باش نعرفوا على الخدمات ديالنا وعلى الجديد اللي كاين في كل ما يخص تحديث المجال التكنولوجيات المجال البيوطبي. ماكدومار كشركه وانطلاقا من 28 عام ديال هذه التجربه في المجال البيوطبي تسعى دائما لانها تزود المجال البيوطبي في المغرب باحدث التكنولوجيات من اجل تحسين الخدمات الطبيه للمواطن المغربي. احنا هذا العام في مروكو ميديكال اكسبو كنتواجدوا امام المدخل الرئيسي ستوند ديال ماكدومار جروب. مرحبا بكم. انا في انستغرام ماكدومار جروب. انا عبد الغني الصاروح. انا كاين في فرنسا، فهمتي، وعندي شركتي في فرنسا. Et on est spécialiste de la médecine médicale, d'accord. On est un éditeur. On a fait une plateforme médicale qui s'appelle Doxia, qu'on l'a déployée au Maroc. Voilà. Donc notre objectif, c'est par exemple au niveau du salon, c'est qu'on trouve des partenaires, d'accord, avec qui on peut travailler. Et en même temps, j'allais dire, c'est-à-dire si on peut intégrer les médecins, les professionnels de santé du paramédical, aussi les hôpitaux, les cliniques. On a un logiciel qui couvre tout le dossier médical ديال المريض. Voilà. أول مشاركة لك؟ أول مشاركة هنا في عين السبع. كاين حتى مشكل اللي بغيت كاينين حنا في لينكدين، فوالا يقدروا يمشيو صراحة بغاني، دونك يدخلوا هذاك الشيء اللي كاين. دونك عندنا 1200 personnes adhérents de LinkedIn. Et s'ils veulent par exemple aller sur la plateforme Doxia, il va يمشيو contact doxia.ma en fait, voilà, ou bien .com ou là .fr.